السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دي إناء خزفي من الجزائر معمول من رملة الجزائر. إناء تراث شعبي معمول حد فنان جزائري عامله من الجزائر يا عبد الفتاح يا عبد الحليم. دي من الجزائر. خليني أكمل لك بقى بقية هدية الجزائر. لحظة واحدة. بص يا عبد الحليم، تخيل اللوحة دي من الجزائر، من بلد المليون شهيد، ومليون شهيد باعتراف يوسف شاهين اللي عمل فيلم عن جميلة أبو حريب المناضلة الجزائرية. اللوحة دي ممكن تشوفها أنت بسيطة، ممكن تشوف تصميمها بسيط، دي خيمة ومجموعة نخل. بس اللي أنت ما تعرفوه اسم مصر النهاردة، اللي أنت ما تعرفوش إن اللوحة دي رملة، وإن الرملة دي من الجزائر، وإن أم لقمان الدكتورة أم لقمان اللي بعت اللوحة دي بعتها تقديرا لبرنامج مصر النهاردة، وبعتها الرسالة بس نسيت أجيبها. أم لقمان من الجزائر بعتها تقول إنها مصر بالنسبة لها مش أشباه دولة، إن مصر بالنسبة لها حضارة. أم لقمان الجزائرية على فكرة بالمناسبة، يعني أم لقمان دي دكتورة كبيرة في الجزائر وهي وأسرتها. اللوحة هي بتقول إنها بعتها تقديرا للبرنامج والشخصي لي أنا. تساوي كام اللوحة دي عندك من رمال الجزائر؟ تساوي 12 دي ألجيريا هي بالجزائر، تساوي 12 مليون ريال. أنا ما أعرفش الجزائر بتعامل بإيه، بس أنا بالنسبة لي لوحة زي دي تساوي ملايين أكتر من اللي أنت قدرتها. اللوحة دي من رملة الجزائر. أنا عمري ما نزلت الجزائر في حياتي ما شفت الجزائر. أتمنى أزورها، أتمنى أزور كمان المغرب وتونس، ما شفتهمش. بس اللوحة دي عبد الحليم من رملة الجزائر. عارف الرملة دي من الجزائر، بلد صمود، بلد عملت ثورة، بلد قاومت احتلال، بلد فيها فكر وفيها سينما لو انت تعرف، وفيها أدب لو انت تعرف، بلد فيها حضارة لو انت تفهم. تساوي كام؟ أنا في النهاية بس عايز أقول للسيدة المحترمة أم لقمان